أنا عايزك قبل ما تختار صاحبك تفكر 1000 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصحبة إما صحبة الأخيار أو صحبة الأشرار، أو صحبة الرجال أو صحبة أنصاف الرجال. وصدقوا قديما لما قالوا: الصاحب ساحب. فالصاحب إما يسحبك إلى طريق الخير أو يسحبك إلى طريق الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحزيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويكفيك أن الله سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جميع الأصحاب يوم القيامة يعادون بعضهم بعضا إلا المتقين، إلا الأصحاب لوجه الله سبحانه وتعالى، إلا الأصحاب الذين يدلون بعضهم بعضا على طريق الله جل وعلا. وهنا المجرمون يوم القيامة يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة تزاوروا مع بعضهم البعض وتساءلوا عن كيفية نجاتهم من النار ودخولهم الجنة، أو ما الذي كانوا يعملون في الدنيا فجعلهم يكونون من أهل الجنة. فقال قائل منهم، اسمع ماذا قال الله عنه، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أي كان لي صاحب، لي صديق، يقول: أئنك لمن المصدقين. صاحبه ده يقول له: أئنك لمن المصدقين، أئنك من المؤمنين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني لو بقينا عظام وتراب هيجي يوم القيامة ونبعث مرة أخرى. هذا الذي قال له صاحبه. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحابه من أهل الجنة: قال: هل أنتم مطلعون؟ تعال نشوف وضعه إيه دلوقتي. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أول ما بص في الجحيم لقاه في وسط النار. قال: تالله إن كدت لترديني. يعني لو كنت سمعت كلامك زمان الوقت معاك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لولا فضل الله سبحانه وتعالى علي لكنت من أصحاب النار والعياذ بالله. ويكفيك قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.